ازيكم يا جريد فور، عاملين ايه؟ معاكم مس أميرة محمد. في الفيديو ده بقى هنحل مع بعض ويكلي تيست شيت ان ويك 2. كنا حلينا مع بعض هومورك شيت ان ويك 2، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. هنبدأ أول حاجة بالتست 1. تست 1 question number 1 بيقولي complete the following sentence. The outputs in electric fan are dots and dots energy. طيب بيقول لي هنا ايه الاوتبوت انرجي بتاع الالكتريك فان اللي هي المروحة. طب الفان اصلا لما تشتغل بتعمل ايه؟ الريش اللي جواها دي بيحصل لها ان هي موف، بتتحرك، يبقى كده ادتني كاينيتيك انرجي. طيب مع الوقت لما تشتغل مدة طويلة مش بلاقيها ان هي هيت سخنت شوية، صح؟ يبقى برضو ادتني ثيرمال انرجي. يبقى كده الاوتبوت بتاع الالكتريك فان الكاينيتيك انرجي وكمان الثيرمال انرجي. طيب وناخد في بالنا ان اي ديفايس بيشتغل long period of time، بيشتغل مدة طويلة، هلاقي ان هو بيطلع لي thermal energy. تمام كده. طيب question number 2 بيقول لي write the scientific term the main source of energy in earth's surface. ايه المين source of energy اللي موجود في earth's surface؟ المصدر الاساسي بتاع الانرجي اللي احنا جايبين منه بقى الكاينيتيك والالكتريكال والثيرمال. شاطرين. الصن. وده سؤال مهم جدا ممكن يجي في الامتحان. بعد كده question number 3 بيقول لي give reason، يعني قول لي ليه. واتفقنا سؤال give reason بنحل عليه بايه؟ شاطرين، يا اما because او to. بيقول لي قول لي ليه when you push on bike pedals. هو المفروض هنا بدل التي تبقى دي. تمام كده. طيب with your legs heat energy is produced. ليه لما انت تبدأ تعمل push بتضغط على البادلز بتاعه العجله هلاقي ان فيه هيت بيخرج؟ انت اصلا عشان تركب العجله وتقدر ان انت تعمل لها موف مش لازم تكون واكل كويس؟ يبقى لازم يكون عندك كيميكال انرجي. طيب انت دلوقتي بقى عندك كيميكال انرجي، هتعمل ايه؟ هتبدا ان انت تعمل موف ليور ليج، هتحرك رجليك على البادلز بتاعه البايك عشان البايك يحصل لها موف. يبقى كده الكيميكال انرجي هتتحول لايه؟ لكاينيتيك انرجي. طيب البايك بقى لما بيحصل لها موف بلاقي ايه اللي بيحصل؟ بلاقي ان في فريكشن فورس بتحصل ما بين البايك تايرز وكمان الرود، يعني ما بين الاطار بتاع العجله والطريق. فالفريكشن ده، اي فريكشن اتفقنا ان هو بيديني ايه؟ شاطرين، بيديني هيت. يبقى كده فعلا انت لما ركبت العجله وعملت برجليك على البادلز في فعلا هيت طلع. طب الهيت ده خرج بسبب ايه؟ بسبب الفريكشن فورس اللي حصلت ما بين البايك تايرز والرود. يبقى لما يجي يقول لي هنا قول لي ليه البايك بيدلز لما انا بعمل لها بوش برجلي الهيت انرجي بيخرج، يبقى because friction force formed between bike tires and road that's produced thermal energy. والفريكشن فورس ده بيديني ايه؟ thermal energy اللي هو برضو الهيت energy. question number 4 بيقول لي what happened when. ماذا يحدث لو؟ ايه اللي هيحصل لو انت عملت you hold your hand near to light bulb؟ لو انت قربت ايدك ناحية light bulb هتحس بايه؟ you feel warm، هتحس ان انت دافيان. طب ليه؟ مثلا عشان الالكتريكال انرجي اللي دخلت للبالب دي اللي هي اللمبة اتحولت للايت انرجي وكمان ثيرمال انرجي، فانت عشان كده حسيت ان في ايه؟ في هيت، في حرارة، وانت you feel ايه؟ warm، حسيت ان انت دافيان. تمام كده. يبقى نكتب هنا ايه؟ you feel warm. question number 5 بيقول لي show the energy pathway from input to output in electric heater. بيقول لي هنا قول لي ايه الانبوت والاوتبوت بتاعه الالكتريك هيتر اللي هي الدفايه الكهرباء. طيب هي الالكتريك هيتر اصلا عشان تشتغل محتاجه ايه؟ شاطرين، الكتريستي من اسمها. يبقى اول انرجي معايا اللي هي الايه؟ الالكتريكال انرجي، ودي تعتبر الانبوت انرجي. طب الالكتريكال انرجي دلوقتي دخلت الالكتريك هيتر، ايه اللي هيحصل؟ هتعمل بروديوس للهيت، هتطلع لي هيت وتعمل لي وورم وتدفي المكان اللي احنا قاعدين فيه. يبقى كده الالكتريكال انرجي اتحولت لايه؟ لثيرمال انرجي، والثيرمال انرجي ده يعتبر الايه؟ الاوتبوت انرجي. تمام كده. طيب بعد كده تيست 2 question number 1 بيقولي complete the following sentence. the output in hair dryer are dots and dots energy. ايه الاوتبوت بتاعت الهير دراير؟ طب الهير دراير بتشتغل بالايه الاول؟
شاطرين بالالكتريستي يبقى الانبوت بتاعها الالكتريكال انرجي. طب ايه الاوتبوت بقى؟ بتخرج لي ايه؟ هلاقي ان الهير دراير بتخرج لي هيت يبقى بتديني ثيرمال انرجي. طب وايه كمان؟ هلاقي ان في فان مروحه ورا كده بتتحرك فبرضه بتديني كاينيتيك انرجي، وبسمع صوت الهير دراير وهي شغاله يبقى برضه بتديني ساوند انرجي. يبقى لما يجي يقول لي هنا ايه الاوتبوت انرجي بتاعه الهير دراير يبقى الثيرمال انرجي والكاينيتيك انرجي وكمان الساوند انرجي. هنكتب هنا الثيرمال انرجي والكاينيتيك انرجي بس. تمام. طيب question number 2 بيقول لي write the scientific term energy cannot be created nor destroyed. ده كان الديفينيشن بتاع مين؟ ده كان تعريف مين؟ شاطرين ال law of conservation of energy، قانون حفظ الطاقة أو قانون بقاء الطاقة، إن الانرجي ما بيحصل لهاش created، مش بتتكون من أول وجديد، ولا بيحصل لها إيه destroyed، أمال بيحصل لها إيه؟ شاطرين convert from one form to another. question number 3 بيقول لي give reason، يعني قول لي ليه you feel heat when you hold your hand near to light bulb. ليه انت لما تقرب ايدك لللايت bulb اللمبة بتحس ان انت دافي شوية؟ ده بسبب ان الالكتريكال انرجي اللي دخلت ليه اللايت bulb بدأت ان هي تتحول للايت انرجي، وكمان اتحولت لايه؟ لثيرمال انرجي. فده اللي خلاني ان انا احس ان في هيت، في حرارة خارجة من الايه؟ من اللايت bulb. يبقى نكتب هنا ايه؟ because electrical energy converted into thermal energy produced from ايه؟ light bulb. thermal energy ده هو اللي خرج منين؟ من اللايت bulb. question number 4 بيقول لي what happened when، ماذا يحدث لو you push on the bike pedals، وبرضه هنشيل حرف التي ونحط بداله الدي. تمام كده. طيب بيقول لي ايه اللي هيحصل لو انت عملت بوش، ضغطت على البايك بيدلز برجليك، ايه اللي هيحصل؟ شاطرين احنا لسه قايلين من شويه ان لما انت تيجي تركب العجله بيكون الكيميكال انرجي اللي كانت ستور ان يور بودي متخزنه في جسمك، وخاصه ان يور ليج في رجليك، هتبدا ان هي تتحول لكاينيتيك انرجي فتخلي يور ليج يحصل لها موف، فالبايك كمان يحصل لها موف، وكمان هتتحول لثيرمال انرجي ليه مس علشان بيحصل فريكشن فورس ما بين البايك تايرز والروت. تمام كده. يبقى هنكتب هنا ايه؟ هنكتب ان الكيميكال انرجي اللي بيحصل لها store in your leg converted to kinetic energy to move car and thermal energy due to friction force between bike tires and root. بعد كده بيقول لي show the energy pathway from input to output in TV. قول لي الباثواي بتاع الانرجي من الانبوت للاوتبوت لما احنا نيجي نشغل التي في. طب انت لما تيجي تشغل التي في محتاج ايه؟ شاطرين محتاج الكتريستي. يبقى اول حاجه انت بتدخله الكتريكال انرجي، يبقى اول حاجه الالكتريكال انرجي ده يعتبر الايه؟ الانبوت انرجي. طب الالكتريكال انرجي لما تدخل التي في بقى ايه اللي بيحصل؟ هشوف اللي شغال على التي في يبقى هتديني لايت انرجي، وهسمع كمان الصوت يبقى هتديني ساوند انرجي. ولو التي في اشتغل مدة طويلة بحس ان هو ايه؟ سخن، صح؟ يعني بيديني ثيرمال انرجي. يبقى كده الالكتريكال انرجي حصل لها converted into، تحولت لي ساوند انرجي ولايت انرجي وكمان ثيرمال انرجي. كل دول يعتبروا ايه؟ اوتبوت انرجي. اخر حاجة معانا تيست 3. question number 1 بيقولي complete the following sentence. the output in electric bulb. الالكتريك bulb اللي هي اللمبة، ايه الاوتبوت بتاعها؟ لما تشتغل بتديني ايه؟ شاطرين بتديني لايت. طب ولو اشتغلت مدة طويلة بتخرج لي هيت، يعني بتديني برضو thermal energy. يبقى هنا ايه الاوتبوت بتاع الالكتريك bulb؟ اللايت energy وكمان الثيرمال energy. question number 2 بيقولي write the scientific term the pathway from input to output. الباثواي اللي من الانبوت للاوتبوت كنا بنسميه ايه؟ شاطرين energy chain، سلسلة الطاقة، صح كده؟ اللي هي بيحصل ان الانرجي flow from one form to another form لما نيجي نشغل الايه؟ الديفايس. question number 3 بيقول لي give reason، يعني قول لي ليه. قول لي ليه ان الانرجي can change its form but it never goes away. قول لي ليه الانرجي بتتغير من فورم لفورم تانية بس عمرها ما خلصت؟ ليه؟ الجملة دي مش بتفكركم بحاجة؟
شاطرين. اللو اوف conservation of energy قانون بقاء الطاقة او قانون حفظ الطاقة كان بيقول ايه؟ كان بيقول ان الانرجي cannot be created، مش بيحصل لها created يعني مش بتتكون من اول وجديد، nor destroyed ولا بيحصل لها ان هي تتدمر، انما بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها convert من فورم لفورم تانية. يبقى هنا هنكتب it's because of law of conservation of energy، ده بسبب قانون بقاء أو قانون حفظ الطاقة that energy cannot be created nor destroyed but converted from one form to another. بنكتب ان هو بسبب law of conservation of energy، وكمان بنعرف او بنعمل الديفينيشن بتاع الايه؟ بتاع law of conservation of energy. question number 4 بيقول لي what happened when turn on electric iron. ايه اللي بيحصل لما انت بتشغل المكوى الكهرباء؟ طب هي اصلا عشان تشتغل محتاجة ايه؟ محتاجة electricity. يبقى الالكتريكال انرجي لما تيجي تدخل بقى للايرون ايه اللي بيحصل؟ هلاقي ان هي بتخرج لي هيت، يعني بتديني thermal energy. يبقى كده الالكتريكال انرجي حصل لها ايه؟ شاطرين، converted into thermal energy. بعد كده بيقول لي show the energy pathway from input to output in radio. قول لي الباثواي بتاع الراديو من الانبوت للاوتبوت. طيب الراديو اصلا عشان يشتغل محتاج شاطرين electricity، بأول حاجة بيدخل له electrical energy، يبقى الالكتريكال energy دي تعتبر ايه؟ شاطرين الانبوت energy. طيب الالكتريكال energy دلوقتي دخلت لي الراديو، بنعمل ايه؟ هنسمع صوت الراديو وهو شغال، يبقى الالكتريكال انرجي حصل لها converted into، اتحولت لي sound energy، والساوند انرجي ده يعتبر ايه؟ شاطرين الاوتبوت انرجي. كده احنا نكون خلصنا مع بعض weekly test sheet and week 2. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا واستفدتوا من الاسئله اللي احنا حليناها وشرحناها كمان سوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.